السلام عليكم. اليوم غادي نصايبو ان شاء الله الكنافه. تقدروا تصايبوها في صينيه دايره، تقدروا تصايبوها في طاوه كاري كيف ما بغيتو. انا اختاريت غنصايبها اليوم في هاد ديال الكاب كيكس، كتجي زوينه وخصوصا الا كانت عزومه كل واحد كياخذ ديالو. غادي نحتاجو عجينه الكنافه هذه. كاين بزاف ديال الماركات، المهم هذه وحده منهم. غادي نحتاجو ريكاتا تشيز وموتزاريلا تشيز. تقدروا تصايبوها بالجبنه الحلوه كيقولوا لها، او جبنه العكاوي. انا كتعجبني بالريكاتا مع موتزاريلا، كتجي خفيفه وزوينه. نفس الخليط ديال هذا التشيز اللي كنصايب في القطايف. غنحتاجو الزبده وغنحتاجو واحد الملون غذائي. نبداو باذن الله. اولا غادي نبداو بالعجينه ديال الكنافه. كتكون بحال هكايا، بحال ديك الشعريه الرقيقه، غير هي عجين. غادي نقطعوها طريفات صغار. نقدروا نستعملوا المقص، نقدروا نستعملوا يدينا، نقدروا نديروها في الفود بروسيسور، في الماكينه الكبيره اللي كنديروا فيها الخضره. ماشي نطحنوها، غير خصها تقطع طريفات صغار وصافي. بحال هكايا، بحال هكا صغار. هنا غادي نقطعها كامله. بالنسبه للحشوه ديال الفرماج، عندي هنايا 400 غرام ديال ريكوتا تشيز. غادي هكا نطلقها بالفرشات مزيان. وعندي نص المقدار ديال، هي 200 غرام ديال موتزاريلا. واخا هي محكوكه رقيقه غادي نزيد نطحنها باش نخلطهم مع بعضياتهم. بعد ما قطعنا الكنافه ديالنا، العجين ديالها او شعريه الكنافه رقيقه بحال هكايا، دابا غادي نديروا ليها الزبده. انا ذوبت هنايا 120 غرام ديال الزبده، ولا ما قدنيش غادي نزيد. خاصها تكون ميدمه بالزبده. نو باردون، 220 غرام ديال الزبده. بحال هكا. لا كافيه بالنسبه لهذا المقدار. شفتي؟ وخصها تبقى تبان فيها الزبده بحال هكايا، تكون شربات بالزبده. دابا غادي ناخذ واحد المعلقه كبيره او معلقه ونص ديال الزبده تكون رطبه، وغادي ندير فيها شويه ديال الكولورون، ماشي بزاف. تقدروا ديروا اورانج، تقدروا ديروا حمر. غادي ندير حمر انايا، غير شي شويه، غير بحال هكا راس المعلقه. وغادي نخلطو في ديك الزبده مزيان بحال هكايا. كما قلت تقدروا ديروا اورانج، تقدروا ديروا حمر، تقدروا ما ديروش كاع الكولورون، دهنوا غير هاد المول غير بالزبده. تقدروا ما ديروش كولورون كاع الا ما بغيتوش، غير الكولورون كيعطيها واحد شويه المناظر. دابا غادي نمسحوا هاد البلايص ديال الكاب كيك بهاد الزبده اللي فيها اللون كاملين، من التحت ومن الجناب بحال هكا. هي الكنافه راه كيديروا ليها كولورون خاص بها، كيتباع في المحلات العربيه. كيجي صفر اورانج مجهد اللون ديالو. انا من زمان وانا كنستعمل هاد الملون الغذائي، كيعطيهم منظر زوين. وكما قلت تقدروا ما ديروش كاع، ديروا غير دهنوا غير هاد القوالب بالزبده وصافي وحطوا فيها. دابا غادي نبداو نعمروا الكنافه ديالنا. شنو غادي نديرو؟ غادي نعاودوا نخدموا هذه شويه تدخل فيها الزبده بحال هكا. غادي نبقاو نهزو بحال هكايا، ونحطو في المول بحال هكا. نديرو فرomاج، خليو الجناب شويه خاويين، ما توصلوش الفرماج حتى للاخر بحال هكا في الوسط، لان ما بغيناش يتحرق لينا. غادي نغطيوه بعجينه الكنافه بحال هكا. غنديرو عاوتاني غادي نغطيوها مزيان. الطبقه الفوقانيه لا لتحت ولا الفوق، ما تكثروش العجين. حنا الغرض عندنا بداك الفرماج ما تجيش غليظه بالعجينه. نصايبو عاود نديرو هكا.
خدوها بحال كنصايبوا شي عش لشي فريخ هكذا. نديروا له فرomاج كما قلت دائما ديروه في الوسط، عمروا ولكن خليو واحد شويه ديال الاتساع في الجنب، لان غادي مبغيناش يتحرق، غادي نغطيوه بالعجينه وغنضغطوا عليها. ملي غادي نساليهم كاملين غادي نضغط عليهم مزيان قبل ما ندخلهم للفرن هكذا. اصلا كتكوني كتعمري وانتي كتضغطي على التحتاني، ملي كتكوني كتعمري هكذا خليو شويه الجناب هكذا. انا عارفه ان الفرماج اللي كيستعملوه خاص بالكنافه العكاوي وجبنه حلوه، ولكن انا ما عجبني هاد الفرماج، الخليط ديال هاد الفرماج حسن. جربوه اولا تقدروا تجربوا الطريقه وجيبوا الفرماج الجبنه الحلوه الا بغيتو، ونبقاو غاديين حتى نكملوا المول ديالنا كله نعمروه. من بعد ما عمرتهم دابا غادي نضغط عليهم شي شويه باش هذيك الشعريه ما تبقاش طالعه من الفوق، كلها تدخل مع بعضياتها بحال هكايا هكا. نحيدو هادشي اللي كيكون هنايا شايط. غادي ندخلها للفرن على درجه 350 حتى ل 400 على حسب شحال ديال الوقت عندنا. نديرها في الوسط ونخليها حتى تبدا تحمر من الفوق عاد نخرجها. الكنافه هي من بعد ما خرجتها من الفران تحمرات، قلبتها من الجنب لقيتها تحمرات من هنايا. الفوق ماشي ضروري تحمر بزاف، حنا غادي نقلبوها. خليتها بردات واحد شويه، دابا غادي ندير ليها القاطر اللي قلنا هذاك السكر والماء، واحد شويه عصير الليمون. خصكم تصايبوه قبل بالصباح مثلا ولا باش يبرد، تكونوا عارفين راسكم غادي تصايبوا كنافه. وجدوه وخليوه، تقدري توجديه يبقى عندك حتى اسبوع او اكثر. كنوجدو كنخليه في قرعه ديال الزاج وكنستعملو وقت اللي بغيت. دابا غادي نخليوها هنايا غير واحد شويه تشرب هاد الماء والسكر القاطر، وغادي نحيدوها من هنا باش نشوفوا التقديم النهائي ديالها. هذا التقديم النهائي ديال الكنافه، درناها في الكويغطات ديال الكاب كيك وزوقناها بالبيستاش. سهله وكتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تلقاو العجين ديالها وتجربوها، وشكرا على المتابعه.